مسلسل بيبو هو اكتر مسلسل عليه تعليقات ازاي كزبرة يبقى بطل، ما ينفعش كزبرة يبقى بطل، هو مين كزبرة عشان تخلوه بطل؟ وده معناه حاجة من الاتنين، يا اما المسلسل ده هينزل في رمضان وهيعمل نجاح كبير جدا وهيبقى رقم واحد بين المسلسلات وساعتها كل الناس دي هتحتفي بكزبرة، يا اما المسلسل هيبقى رقم واحد بس من تحت هيفشل فشل وهيخيش تخيشة، وساعتها اعتقد كزبرة ممكن كده ما تقوملوش قومة تاني بعد ما كان وصل للبطولة. مسلسل بيبو بطولة كزبرة، وليد فواز، سيد رجب، هالة صدقي، احمد سلطان، زينة منصور، مجدي بدر، محسن منصور. المسلسل تأليف تامر محسن، ده اكتر اسم انا هتوقف عنده، يعني بالنسبة لي انا من وجهة نظري الشخصية انا ما بصيتش على اسم كزبرة غير لما شفت اسم تامر محسن. للي مش عارف مين تامر محسن، هو حد ليه اعمال كتير جدا مهمة، يعني هو كان المؤلف والمخرج لكل الاعمال دي. تحت السيطرة، مسلسل قلبي ومفتاح، مسلسل لعبة نيوتن، مسلسل هذا المساء، واعتقد دي كلها كانت اعمال ليها تقل كبير قوي. وهو كمان كان المخرج بتاع فيلم قط وفار اللي هو بتاع محمد فراج، وده برده كان فيلم تقيل جدا. فليه بقول انا بتوقف عند اسم تامر محسن؟ لان التوليفه دي غريبه، يعني ازاي تامر محسن بالتقل بتاعه ده وهو ما بيشتغلش كتير، يعني ما بيعملش غير اعمال تقيله او فيها تفاصيل حلوه، ثم يعمل قصه بس حتى مش هو المخرج هيبقى القصه دي لكزبره، فدي حاجه خلتني اتشد او ابص شويه على المسلسل. هي قصه المسلسل ببساطه بتحكي عن شاب اسمه بهجت او بيبو، الدنيا ملطشه معاه وكل حياته واقفه ومفيش فلوس والدنيا متدرمغه، لحد ما بالصدفه بيكتشف ان هو بينتمي لعيله من العائلات الكبيره جدا في الصعيد واغنياء، ويعني عيله مسيطره هناك. فهنا بقى حياته بتتقلب، اولا بيحاول يوفق بين العالمين، العالم اللي هو جاي منه والعالم اللي هو داخل عليه، وكمان دي بالنسبه له فرصه بقى، انا هاخد فلوس وهغير حياتي كلها، وبتتوالى الاحداث. بشكل مبدئي القصه دي قصه حلوه، كبذره قصه يطلع منها دراما حلو ويطلع منها كوميديا حلو، وبصراحه دي من الحاجات الغريبه بالنسبه لي في البرومو، ان انا ما قدرتش احدد هو مسلسل درامي ولا مسلسل كوميدي. يعني في بعض المحاولات الكوميديه مش هقول انها اجمد حاجه في الدنيا، بس تمام، ده معناه ان انتوا رايحين للكوميديا، بس برضو في مشاهد دراميه كتيره جدا، فما قدرتش اعرف هو هويه المسلسل ايه. وبرضو اسم تامر محسن، لان تامر محسن اغلب الحاجات اللي بيعملها بتبقى دراما مش كوميدي، يعني يمكن قط وفار حتى كان فيه نسبه كوميديا بس هو برضو كان فيه دراما، فده خلاني مش عارف المسلسل رايح للدراما رايح للكوميدي. بس فكره ان انا بسال ان انا اتفرج على برومو ويبقى عندي فضول عايز اعرف انتوا كوميدي ولا درامي، القصه دي هتمشي ازاي، دي حاجه من مميزات المسلسل، ان انا ما يبقاش بالنسبه لي محروق او مكشوف، لا ده انا عايز اتفرج عشان اعرف. طبعا اكبر خلاف في المسلسل ده هو كزبره، ازاي كزبره يبقى بطل، او ده اغلب الناس اللي بتقوله في التعليقات. كل الكلام اللي هقوله دلوقتي هي رايي الشخصي مش ملزمه لاي حد، من وجهه نظري انا بشوف ان كزبره كممثل كويس او تحديدا ككوميديان، يعني عنده كوميديا لطيفه بيعملها وقريبه شويه من الشارع المصري دلوقتي، فطريقه ضحكه بتبقى لطيفه كام عمل اللي طلع فيهم، بس في نفس الوقت برضو انا بشوف ان هو مش ممثل تقيل لدرجه انه يبقى بطل، يعني ما عندوش الخبره، هيعرف يختار سكريبت مثلا، هيعرف يظبط حاجات معينه لو لقى المخرج بيخيش، يعني هل هو يعرف يعمل كده؟ انا اشك. بس برضو برجع اقول مش مع فكره ان انا احكم على تجربه من قبل ما اشوف، يعني اوقات ممكن مثلا يطلع نجم من عمل وهو اصلا اول مره يمثل، يعني انا هرجع اقول لكم مثلا مسلسل بلطو، عصام عمر كان انا مش فاكر ان شفت له حاجه قبل كده، بس طلع هو يستحق ده، فيمكن تبقى فيه مفاجاه او يمكن الموضوع يخيش، فالحكم بدري انا مش عايز احكمه. وتحديدا تاني هرجع اقول في اسم تامر محسن، اكيد الراجل ده يوم ما يختار حاجه هو مش بيهزر، يعني ان هو بيشتغلش، مش من الناس اللي بتنحت يعني اللي هو سنه ورا سنه وهات فلوس وخلاص، اكيد لما بيشتغل حاجه بيشتغل حاجه كويسه، فيمكن يبقى هو هنا شاف حاجه هنشوفها في المسلسل. لو هبص على فريق التمثيل، ودي برضو حاجه من الحاجات اللي تخليني اقول لازم احكم بعد ما اتفرج، ان فريق التمثيل تقيل، يعني في ناس كتير مع كزبره يشيلوه جدا، يعني انت عندك سيد رجب وده ممثل شاطر جدا جدا، عندك وليد فواز برضو تمثيله حلو وممثل شاطر واختياراته اوقات كتير جدا بتبقى كويسه، عندك هالة صدقي برضو ممثله شاطره ويطلع منها كوميديا كويسه، ويعني هالة صدقي مثلا في مسلسل جعفر العمده هي كانت عامله شخصيه متهيألي هي كانت اقوى شخصيه في المسلسل، فيمكن هنا برضو تفاجئني. فبقول انه يمكن الناس دي لما قررت تختار حاجه اكيد بيختاروا او حسوا ان المسلسل فيه حاجه، ويمكن برضو تكون مجرد سبوبه، كل بقى التفاصيل دي هتبان لما المسلسل ينزل. وانا بالنسبه لي وده رايي الشخصي مش ملزم لاي حد، اللي مخليني صابر على المسلسل ده او اقول احكم لما اتفرج هو اسم تامر محسن، ده بالنسبه لي حاجه كده تضمن ان العمل اكيد فيه حاجه او فيه معنى او فيه اي حاجه كويسه. وبما ان انا اتكلمت عن كزبره، خليني اقول انه اختيار كزبره للدور ده انا حاسه هو اختيار الزامي لاي مخرج. يعني تعالوا نبص كده، انا عايز اجيب حد شكله طالع ومعاناه من قلب الشارع المصري وسنه صغير، من الممثلين الموجودين مفيش حد يليق عليه الشكل ده غير كزبره، هو شكله فعلا شبه حد كده عنده معاناه وطالع من تحت كده من جوه الشارع المصري، هو شكله يليق جدا. فلو انا هجيب حد مش وجه جديد، يعني لو هختار وجه جديد خلاص هجيب اي حد، لكن لو انا هختار حد من اللي موجودين واسمه شويه معروف اعتقد هو كزبره. يعني مع كامل احترامي، هو احمد مالك مثلا ممثل شاطر جدا،
ويقدر يعمل الدور ده كويس جدا. اولا هو سنه اكبر من السن ده، يعني هو اكبر من كزبره، بس حتى لو هتغاضى على السن بفضل دايما اذا كان احمد مالك او احمد داش، رغم ان تمثيلهم حاجات كتير جدا بيبقى حلو جدا، بس بيبقى عندي كده حاجز، انت مش شبه الناس اللي القصه دي عنهم. لكن كزبره كسر الحاجز ده بشكل، طبعا اداؤه ده بقى لسه هيبان في المسلسل، بس هي رساله لكزبره، هي تجربتك دي هتبقى عامله كده زي تجربه محمد رمضان لما بدا. ما هو محمد رمضان برضه في الاول ما كانش نجم، جابوه خلوه بطل، السبكي عمل منه بطل ونجحت معاه وضربت، خلاص من ساعتها بقى ممثل اول او بقى بطل. المشكله بقى ان محمد رمضان لما عمل ده او لما ده اتعامل معاه يعني في السبكي، كانت ده في السينما وفيلم، كان ساعتها ما فيش منافسه كبيره اصلا في السينما، الكلام ده كان بعد 2011، فكانت في ظروف كتير تساعده على انه ينجح. الفكره بقى كزبره ان انت بتعمل ده دلوقتي في مسلسل وسط مسلسلات كتير ونازله في رمضان، هل التجربه هتنجح ولا هتخيش؟ الله اعلم، بس هي بجد هتبقى تجربه، يا تنقل كزبره ده في حته عاليه جدا، يا اما شكرا كزبره ده تقريبا مش هنسمع عنه تاني، او هيرجع بقى يشتغل ادوار تحت جدا حتى مش دور تاني. اللي متابع هنا القناه عارف انه بشكل شخصي انا بحب اي تجربه جديده او اي حاجه جديده هتقدمها لي في مسلسل او في فيلم، حتى لو حاجه مجنونه ومش منطقيه انا معاك، لانه الجنان ده هو اللي ممكن يخلق دم جديد ولون جديد وحاجه ممتعه. فهنا الجنان اللي المسلسل معتمد عليه هو كزبره، وحرفيا ادخل اقرا الكومنتات هتلاقي كل الناس تعليقها على كزبره، يعني حتى ما حدش بيتكلم في الاحداث، الناس بتتكلم ازاي كزبره، او ناس بتقول لا كزبره يستحق انه يبقى بطل. لو هقول ان دي الفكره المجنونه اللي في المسلسل ماشي، انا اشتريت من ده، مستني بقى اشوف انتوا هتقدموها ازاي، يعني انك هتجيب لي شخص زي كزبره اخر حد كنا نتوقع انه يبقى بطل ويبقى بطل وتعمل منه حاجه كويسه، دي بالنسبه لي هيشابوه، هقول لك برافو جدا. وليه بقول بشكل عام مش عشان كزبره، انا ضد ان انا احكم على حد من قبل ما اشوف شغله، عشان لو تفتكروا زمان من كذا سنه لما احمد امين طلع، ما هو في الاول كان بيعمل فيديوهات على السوشيال ميديا، لو كنا احنا ساعتها قلنا لا هو ليه يمثل، ما ينفعش انه يمثل، ده طالع من السوشيال ميديا، كنا هنخسر ممثل تقيل زي احمد امين، ممثل تمثيله حلو واختياراته كمان حلوه جدا بالذات اخر كام سنه. تجربه السوشيال ميديا في ناس طلعت كويسه وناس طلعت خيشت، ومن الممثلين في ناس جابوهم وجوه جديده بقوا نجوم، وفي ناس خيشت ما شفناهاش تاني. عشان كده بقول دايما انه في التمثيل هي ملهاش ملكه، مفيش حاجه اسمها انك لازم بعد 10 سنين ينفع تبقى بطل، في ناس بتقعد تشتغل 20 30 سنه ولما ياخدوا بطوله بيخيشوا، وان انا اجيب حد مش بطل واخليه بطل في التمثيل وفي المهنه دي كلها هي مش حاجه ينفع ان انا احكم عليها بدري، ودايما بتبقى فيها مفاجآت، وفي ناس نراهن انه ينفع يبقى بطل وتلاقيه خيش واختياراته سيئه جدا. ففي مسلسل كزبره او هو مسلسل بيبو ده يعني بشكل شخصي انا مش حاطط اي توقعات، لا توقعات عاليه ولا توقعات قليله، ولا هقلل منه ولا هقول ده المسلسل المنتظر، لما ينزل الدنيا هتبان وساعتها الواحد يعرف ايه. ودلوقتي جينا لميعاد سؤال الحلقه. طبعا سؤال الحلقه النهارده اكيد مش هسال عن كزبره لان اعماله بسيطه جدا وقليله جدا، فالاختيارات هتبقى يعني محدوده قوي بالنسبه لي، لكن هسالكم النهارده مين اكتر حد بطل او بطله خدوا البطوله بدري او قبل الميعاد اللي احنا كلنا يعني متوقعينه، او حتى لو كانوا وجوه جديده خدوا البطوله واثبتوا نفسهم طلعوا فعلا يستحقوا البطوله دي، سواء ولد او سواء بنت. اكتبوا لنا بقى ارائكم في التعليقات، واكتبوا لنا يعني اسم الشخص والعمل اللي انت شفت فيه ان ده كان اول عمل بطوله بالنسبه له قوي قوي. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا، ولو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده هترجع في القناه بتلاقي سلسلتين، سلسله ملخصات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد، وسلسله تقييمات لافلام مسلسلات عربي اجنبي قديم جديد او تريلرز لحاجات لسه هتنزل، وفي سلسله هبديه هزليه بتنجانيه في حب الفنانه الفلانيه، ده غير سلسله 10 افلام مسلسلات مسرحيات. فويك اند بقى النهارده والخميس معاك وقت وجهد وباقه وطاقه وكل الحبشتكنات اللي بنقولها دي، خد لك لفه وشوف الفيديو اللي يعجبك وقول لنا رايك في الفيديوهات اللي انت اتفرجت عليها وفي الفيديو بتاع النهارده. لو الفيديو عجبك ابعت انشر كلم درمغ، ما عجبكش قولي لي مش عاجبك، عندك اقتراح فكره اي حاجه اكتبها لنا في التعليقات، والله يا جماعه اي حاجه بتكتبوها بنحاول نظبطها. وباكد تاني عشان في ناس بتقول لنا مثلا بيختلف في راي حاجه معينه، ده بيبقى راي شخصي، ده مسلسل عاجبني ده مسلسل مش عاجبني، وارد حاجه تعجبني ما تعجبكش او العكس، يعني لا داعي للخناق، في الاخر احنا بنتكلم في مسلسلات ما بنتكلمش في ذره يعني. وبنختم زي كل يوم بالكلمه اللطيفه بتاعتنا، كلمه ايه؟ غورو.